السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يصل مدينة جدة. إريتريا تسحب عضويتها من منظمة الإيجاد. انهيار أرضي في عد شلمون. فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة وبوتين يؤكد دعمه لمادورو. المكسيك ترفع الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الواردات الصينية والآسيوية. كازاخستان وإيران تتفقان على تعزيز الشراكة ورفع التبادل التجاري. إلى التفاصيل. وصل الرئيس إسياس أفورقي في إطار زيارته للمملكة العربية السعودية إلى مدينة جدة اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز بمراسيم الشرف. حضر مراسيم الاستقبال قنصل إريتريا العام في جدة السيد عبد الرحمن عثمان. وسيقوم الرئيس إسياس أفورقي خلال زيارته لجدة بتفقد المؤسسات التنموية الهامة. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد التقى صباح اليوم بالقائمين على الجالية الإريترية والاتحادات الوطنية في الرياض وضواحيها. وذكر الرئيس إسياس في اللقاء المواطنين في الخارج لعدم التبذير والادخار والرعاية الجيدة لأبنائهم، لأن قوة إريتريا تكمن في نضال شعبها، ويجب على الجاليات والاتحادات الوطنية العمل بالتركيز في هذا المجال. وقال يجب أن يكون إنقاذ ثقافتنا وقيمنا وشبابنا من التدمير المهمة الرئيسية للآباء والجاليات والمنظمات الوطنية. وذكر المواطنون بضرورة تقوية جهودهم في مكافحة المؤامرات التي تستهدف ذلك والتي يتطلب إفشالها ومتابعتها بالوعي. وقدم المشاركون الذين يمثلون الجالية والاتحاد الوطني للمرأة وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة استفسارات حول الوضع الحالي في البلاد من حيث التطورات الإقليمية والعالمية والعلاقات الإريترية السعودية وآفاقها المستقبلية، مؤكدين على استعدادهم لزيادة مساهمتهم. حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح والقائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة وينيغرز جيهير. ويقوم الرئيس إسياس أفورقي بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية منذ 9 ديسمبر بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أصدرته أن إريتريا أبلغت رسميا الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية بإيجاد بانسحابها من الهيئة. يستند قرار الحكومة إلى الأسباب التالية: لعبت إريتريا دورا هاما في إعادة إحياء إيجاد في العام 1993، وعملت لاحقا بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لجعل السلام والاستقرار الإقليميين وسيلة لتعزيز الإيجاد، ومن خلاله خلق التنسيق الإقليمي والاقتصادي الملموس. ومع ذلك بمرور الوقت خاصة منذ العام 2005 لم تفشل إيجاد في تلبية تطلعات شعوب المنطقة فحسب، بل لعبت أيضا دورا ضارا تجاه بعض الدول الأعضاء وخاصة إريتريا. وهذه الأفعال غير المسؤولة أجبرت إريتريا لتجميد عضويتها في شهر أبريل من العام 2007. وأوضح البيان أن إريتريا انضمت مجددا إلى المنظمة في يونيو للعام 2023 على أمل أن تتمكن المنظمة من الالتزام الجاد بالصلاحيات وتصحيح أخطائها السابقة، لكن المنظمة فشلت في التعلم من أخطائها السابقة وأهملت مسؤولياتها القانونية. ونتيجة لذلك تشير وزارة الشؤون الخارجية إلى أن إريتريا اضطرت إلى سحب عضويتها من المنظمة الإقليمية التي أهملت مسؤولياتها القانونية ومساءلتها وعدم العمل من أجل المصالح الاستراتيجية واستقرار المنطقة. وزارة الشؤون الخارجية 12 ديسمبر للعام 2025 أسمر. وقع انهيار أرضي في منطقة تانعيت بضاحية عد شلمون ومديرية ابن حيلي في مساحة حوالي 3 هكتارات من الأراضي. وقد بلغ ارتفاع الفجوة الناجمة عن الانهيار الأرضي 10 أمتار وعرض 2.40 سنتيمترا، وأنها في ازدياد مستمر.
وقام فريق دراسة تم تشكيله على مستوى الإقليم بزيارة الموقع في 3 ديسمبر وأجرى عملية المسح والتوثيق اللازمة. كما قام الجيولوجيون وعلماء الأثر بزيارة الموقع في 9 ديسمبر رفقة حاكم الإقليم الجنوبي وجمع المعلومات اللازمة. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتايتس فاسين سكان القرية إلى اتخاذ مبادرة إصلاح طريق آمن لأن الوضع قد يشكل تهديدا للإنسان والحيوان. وذكر أستاذ الجيولوجيا في كلية ماي فحيل العلوم الدكتور تولد خدان والدكتور كبش فتوي أن هذه الظاهرة الطبيعية من وجهة نظر علمية، ونصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة. وذكر مسؤول البحوث الأثرية في مفوضية الثقافة والرياضة الدكتور تسقاي مدين المجتمع بضرورة إبلاغ السلطات المختصة في أسرع وقت ممكن عند الأوضاع التي تصهر في مناطقهم. وأوضح مدير ضاحية عد شلمون لجنة القرية السيد تخلاي سمراب ومحوار قبره النس أن الانهيار الأرضي وقع في المنطقة التي تجرى فيها الأنشطة الزراعية. وقد حدثت ظاهرة مماثلة في العام 2024 وفي يوليو من العام 2025 وقد تم إغلاق الطريق وفتح طريق آخر، غير أن الانهيار الأرضي بدأ في الطريق الجديد أيضا. تقع قرية عد شلمون على بعد 16 كيلومتر جنوب غرب بلدة إمنحيلي. أعلنت جمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط نمو 99% من أكثر من 12,000 شجرة زرعها الأعضاء في مايد منت وعد نفاس وبيت قرقيش. وأوضح رئيس الجمعية السيد منقس قيلا ميكيل أن الجمعية إلى جانب خدمات النقل تقوم بأنشطة التنموية والتبرع الطوعي بالدم ومساعدة أسر الشهداء. من جانبها أوضح سكرتير الجمعية السيد تبارك خايلي أن الجمعية تعمل منذ العام 2021 في بناء المدرجات والحوضية والتشجير. وأشار مسؤول المالي في الجمعية السيد منقستاب أباي إلى تقديم الجمعية 1,400,000 نقفة لإعالة 30 أسر الشهيد منذ العام 2015. أفاد مسؤول عيادة لوغوف ومديرية صنعاء في الممرض علي محمد خدمات العيادة. وقال أن زيادة غرف انتظار الحوامل ساهم في خفض وفيات الأمهات والأطفال، مشيرا إلى أن ارتفاع الوعي الصحي لدى السكان. وذكر المواطنين بأن العيادة خففت من المصاعب التي كانت تحدث بسبب البعد، منادين إلى العمل لارتقائه إلى مركز صحي وأنهم مستعدون للمساهمة في ذلك. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالقرصنة البحرية عقب احتجاز سفينة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، فيما لوح دونالد ترامب بشأن ضربات تستهدف شاحنات المخدرات البرية من فنزويلا. وصف مادورو مصادرة نقل النفط في البحر الكاريبي بالعمل الإجرامي وغير القانوني، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو دعم بلاده السابق لحكومة كاراكاس في وجه ما وصفه بالضغوط الخارجية المتزايدة. وقال الكرملين أن بوتين عبر عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي وشدد على أهمية حماية السيادة الوطنية. بدورها عربت وزارة الخارجية الفنزويلية عن رفضها لما وصفته بالسرقة الوقحة من قبل أمريكا لسفينة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، معتبرة أن ما جرى يرقى إلى أعمال القرصنة الدولية. صادق مجلس الشيوخ المكسيكي على مشروع قانون يرفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50% على مئات المنتجات المستوردة من الصين وعدة دول آسيوية أخرى لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة، وذلك اعتبارا من مطلع العام 2026 في خطوة تهدف رسميا إلى حماية الصناعة المحلية وخلق إيرادات إضافية للخزينة. وحصل القانون على موافقة 76 صوتا مقابل 5 أصوات رافضة و35 امتناع، بعد أن كان مجلس النواب قد أقره في وقت سابق.
ويستهدف التعديل نحو 1400 بند جمركي معظمها من قطاعات المنسوجات والملابس والحديد والصلب وقطع غيار السيارات والبلاستيك والأحذية، فيما ستتراوح التعرفة الجديدة على أغلب المنتجات ما بين 20% إلى 35%، مع سقف قد يصل إلى 50% على بعض السلع مثل السيارات وقطاعها. من جانبها عرفت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة للإجارة، ووصفته بأنه زيادة أحادية الجانب وممارسة حمائية، محذرة من أنه سيؤثر بشكل كبير على مصالح الشركات الصينية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس السياسي يصل مدينة جدة. إريتريا تسحب عضويتها من منظمة الإيجاد. انهيار أرضي في عد الشلمون. فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة، وبوتين يؤكد دعمه لمادورو. المكسيك ترفع الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الواردات الصلبة. كازاخستان وإيران تتفقان على تعزيز الشراكة ورفع التبادل التجاري. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية لإريتريا. إلى اللقاء.